ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مفهوم النسكافيه بطريقه سهله وبسيطه. اقول لكم ازاي تحتفظوا بيه، سواء لو هتعمليه على السخن شغال، لو هتعمليه ايس كوفي شغال. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. معايا نص كوبايه من النسكافيه، معايا نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه. تقدري طبعا تضاعفي الكميه او تقللي الكميه على حسب استهلاكك فيه. طبعا لكل عشاق القهوه والناس اللي بتحب تفوق وتصحصح، في ناس تحب تفوق وتصحصح على البارد، في ناس تحب تفوق وتصحصح على السخن. انا بصراحه بيعجبني قوي قوي اللي هو على السخن، ولادي يحبوا جدا جدا اللي على البارد. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. زي ما انتم شايفين ضفت كل نص 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 من كل الكميه، يعني نص نسكافيه، نص سكر، نص ميه. طبعا لو حابه تزودي السكر زودي، مفيش اي مشكله، انت وراحتك. تمام. ببتدي اضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي او في الكبه. الميه بتاعتي عاديه خالص، مش سخنه ولا اي حاجه. تمام. ضربتهم كويس جدا لحد ما تقل معايا زي ما انتم شايفين، ولونه فتح ويبقى تقيل جدا لدرجه انه ما يقعش من البوله بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. حلو الكلام، حلو الكلام. بجيب اي علبه تلاجة عندي زي ما انتم شايفين، وببتدي ان انا افضي فيها الفوم كده، وبقفل عليه العلبه وبشيله في الفريزر وقت ما بعوز. باخد على قد الكميه اللي انا هعملها. يعني انا بعمل الايس كوفي هنشوف مع بعض بنعمله ازاي، وبرده بعمل النسكافيه هقول لكم انا بعمله ازاي. تمام. ببتدي ان انا اخبط العلبه واسويها كويس جدا عشان تاخد كل الكميه بتاعتي. عايزه اقول لكم ان الكميه دي كبيره جدا جدا جدا، بتكفي وقت طويل. تمام. فانا مش كل يوم هعمل الفوم طبعا للكوبايه اللي انا اعملها او للولاد او كده، فبعملها وبشيلها في الفريزر. سهل عليكي كمان لو جالك ضيوف ولا حاجه، في ثانيه في ثانيه الا ثانيه هتكوني عامله. تمام. هجيب الايس كوفي، انا بعمله كالاتي: بحط مكعبات من التلج وشويه من صوص الكراميل او الشوكولاته حسب المتوفر عندك. انا كان متوفر عندي صوص كراميل كده زي ما شايفين. ابتديت ان انا احط شويه، هسيب شكل الكوبايه حلو وكمان طعمه هيكون حلو. باخد كده شويه من الفوم اهو زي ما شايفين، حوالي معلقه كبيره مليانه مش اكتر. طبعا انا ما كنتش ماليه المعلقه اول واحده، فحطيت شويه صغيرين كمان. وبنزل عليه بالحليب يكون ساقع طبعا. لو انت بتشتري الحليب السايب بتغليه طبعا وبتحطيه في التلاجة يكون بارد. لو بتحب المعلب مفيش اي مشكله، انت وراحتك طبعا. بديله تقليبه كده عشان اقلب بقى الفوم مع الحليب، يبقى كله طعم الايس كريم، طعمه الايس كوفي او طعمه حلو ولذيذ. وبحط شويه صوص كراميل على الوش. تمام. نيجي بقى للسخن بتاعنا. خدنا معلقه كبيره زي ما انتم شايفين من معلقه كبيره من الفوم بتاع النسكافيه، او معلقه صغيره حسب الطعم والمذاق اللي انتوا عايزينه، واضيف عليه حليب سخن كده زي ما انتوا شايفين. تمام. وده شكله، بصوا شايفين الفوم عامل ازاي. الاتنين احلى من بعض زي ما بتحبوه. احتفظوا بالعلبه بتاعتكم في الفريزر، وقت ما تعوزوا هتاخدوا منها، ما بيبقاش مجمد قوي ولا حاجه، ان انت تقدري تاخدي منه بالمعلقه عادي لانه مش تلج. تمام. جربوا الطريقه دي هتعجبكم، ده او ده الاتنين طعمهم حلو. طبعا لو احتاج ان انت تحطي سكر حطي، مفيش اي مشكله. تمام. عايزه تكتري تضاعفي السكر وانت بتضربيه من الاول برضو مفيش اي مشكله. اشوفكم في فيديو جديد، يا رب الفكره تعجبكم. باي باي.